الكم ده كم معايا، عامله الفرد واحد فوق وواحد تحت. ده في الكم الكشكشه لازم اعمل فردين، اهم حاجه عندي الفرد دوت، وهقول لك ليه. الكم بتاعي 40 سم، الكم بتاعي 40 سم. بعد ما نخلص شوف الاثنين وقارنهم ببعض. عملت ال 40 سم، عملت فرد في النص وعملت فرد فوق عشان اخيط خط الكتف بتاعي. عملت سبت من هنا 1 سم ومن هنا 1 سم، يبقى كده كلها صافيه على كام؟ على 40 سم. هاخد الكم بتاعي اعلمه بس نهو الوش ونهو الظهر. ده الظهر بتاعي. يبقى انا هخيط، انا ماشيه لك بالترتيب فلازم تمشي زيي، مش محتاجه اقيم القيمه قد ايه بالنظر يعني. اهي، ومش محتاجه ان انا اثبت برضو، مع ان التثبيت مهم، بس انا كده كده هتفادى اصلا لو هي فكت مني. برضو هاخد، انا بدأت من فوق، نفس الكلام هبدأ منين؟ من تحت، مرة من فوق ومرة من تحت، عشان لو بدأت المرتين من فوق هتيجي وش وتيجي ظهر، حاجات ببقى اقولها وتيجي تاني يوم معمولة لي. اهي هنزل بالإبرة، هنزل ومش هخيط، نص في نص، ما تاخديش زيادة. نص في نص عشان يصفى. كام؟ 24. لا انا لسه ما عملتش الكسكشه عشان يصفى. خلاص بعد ما انا خيطت، انا اللي كنت بخيط على الظهر هقلب انا على الوش، واقوم واخده 1 سم ونازله بالابره ومعليه البكره بتاعتي على كام؟ على 5 سم. في الجزئيه دي بقى المكنه بتجري شويه، فحاولي ان انت رجليكي تبقى ببطء. وبكده بقى كنت بقول لهم احنا هنشد فتله المكوك اللي تحت بس بالراحه خالص عشان ما تقطعش منك، وهي دي اللي بتعمل الكشكشه، والفرد بيظبط الكشكشه. الجنب ده قد الجنب ده. يا رب يكونوا مستمتعين بالفيديو. ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. واخده المازوره بتاعتي وقايسه كام بقى يا باشا انت وهي؟ كام؟ اقيس كام؟ ليه 26؟ ده انا خدت السنتي والسنتي. 24. يبقى انا هقيس كام؟ 24 سنتي اهي، صح كده؟ يبقى انا هربط من اهو واقيس 24 اهي، واقوم واخده دي ايه وربطها كده عشان الخيط ده بس ايه طوله ما يلبخكيش بس. واقوم جايه واخده الاتنين دولت وعامله ايه؟ فين الفرد بتاعي؟ الفرد بتاعي لازم يكون فين؟ في النص كده، جاي في النص اهو، صح؟ يبقى الكشكشه دي قد الكشكشه دي اهي، وبرده ايديا على المازوره على طول. هاجي بقى على الاسوره بتاعتي هقوم قافلاها. انا عاملاها كام؟ 5 و5 و2 ايه خياط، يعني دي كام؟ 12 سم. عايزه عرضها 6 يبقى 6 و6 و2 ايه خياط، عرضها 4 4 و4 و2 ايه خياط. عرض دي كام بقى؟ 24. لا 26. وما ينفعش نقول لا 26 او 28 او 27، لا لازم 26، لان انا هاخد صلاه، لان انا هاخد سنتي، لان انا عاملها على المقفول، انا هاخد سنتي خياطه وسنتي خياطه. يبقى انا عايزه دي كام؟ 26. يبقى انا عندي كده ال 24 اسوره و2 سم خياطه، واحد من الجنب ده وواحد من الجنب ده، ماشي؟ هقوم واخده الاسوره بتاعتي وعامله ايه؟ ما تتلخبطيش بينها وبين الطريقه اللي لسه معموله. مش هي كلها 24 سم؟ لا 26. هاخد سنتي من هنا اهو. ايوه هو بتبقى 24. هاخد سنتي من اليمين وسنتي من الشمال اهي. لازم بقى في الجزئيه دي تثبتي مره واثنين وثلاثه عشان لما تيجي تقلبي البوزه بتاعتها ما تقومش فكه منك خياط. نعمل واحده فكه ولا نعملهم مظبوطه؟ محدش بيتكلم ليه؟ يعني اروح عليها مرتين مثلا؟ 3 4 مرات. طيب انا ما بعرفش اثبت، اعمل ايه؟ ثواني هنزل بالابره. طب انا بقى ما بعرفش اثبت، هاجي خياطه اهو واقوم قلبه القماشه بتاعتي وجايه عليها خياطه تاني اهو، واقيس
اشوف هي 24 ولا 24 وربع ولا 24 ونص. طيب انا عملت دي، يبقى لازم اخد الاسوره التانية واقيسهم على بعض. 24 سم بالظبط اهي، ماشي، من غير زيادات بقى، من اول الخياطه من جوه لحد الخياطه من جوه. انا عملت واحد، ما ينفعش اقوم مركباها دلوقتي، لازم اعمل التانية زيها واقيسهم الاتنين على بعض بالظبط. وبعد ما قستهم على بعض وطلعوا الاتنين زي بعض اهو، تعالي بقى من نوم ايه، واخده الشطفه بس كده عشان لما اجي اقلب تكون مرتاح اهي، واقلب. طب ليه؟ ما هي كده كده هتبقى في الخياطه من جوه يعني. لا بس بتبقى مكلكعه، بتبقى مكلكعه ومش عاطيالك مش عاطيالك الزاويه دي، بتبقى عامله بالطريقه دي كده، فما بتبقاش شكلها لطيف. اي بوز لازم تطيريه على فكره كده. انا مش هعرف اخيط، يفضل ان انا اكويها، بالطريقه دي كده. اقفلي بس. جيت اكويه، ملاحظه ايه؟ دي اكبر من دي، اعلى من دي اكبر من دي حوالي يكاد ان هي ايه، شرطه، لا مش نص يا شيخه ولا حتى ربع، عشان لما اجي احط الطبقه واخيط هنا تبقى التانية تحتها. لو خليت الاتنين قد بعض تفكيري كله في اللي فوق. انا بصراحه لما باجي اعملها انا بخلي الاتنين قد بعض، لان انا بقدر اظبطها. انا قصدي ان انا اعملها ليه، عشان لما اجي اخيط، فين الاسوره اللي احنا كنا عاملينها، الاقي الاتنين جايين على بعض. لما انا اخيط من هنا يبقى في خياطه على الطبقه اللي تحت، انما لو خليت الاتنين قد بعض انا ممكن تفكيره كله وتظبيطي كله في اللي فوق. فاللي فوق اخيط من هنا كده، تقوم التاني الطبقه اللي تحت ايه، ما تجيش عليها خياطه، اضطر ان انا ادي لها خياطه كمان، يبقى قدام عمل لي خياطتين. فهمت الفكره ايه؟ المسافه الكبيره هتبقى تحت ولا فوق؟ المسافه الكبيره هتبقى تحت، ايوه، والصغيره هتبقى فوق، عشان لما اجي اخيط على الصغيره الكبيره تلقط معاها خياطه. ايوه فهمنا كده. انما لو عملت العكس هاجي اخيط من هنا على الطرف، فاللي تحت مش هيجي فيها خياط، هضطر ان انا اقلبها واخيط تاني، فهتبقى قدام عندي خياطتين وانا عايزه خياطه واحده. اعمل الكشكشه بقى، اظبط كشكشتي اهي. حطيت دبوس في البدايه اهو، وهقوم متبته، وهبدا بقى اظبط كشكشتي واخلي خط الخياطه بتاعتي مش باين. ولاحظي ان المكنه بتشد من فوق، فانا اشد الاسوره بتاعتي من تحت. هو بقى تيجي معاكي في الخياطه وتقوم عامله لك دي كده وتقوم مخيطه. شفت الكسره دي؟ الكسره دي طالعه بره، ودي برضو نفس الكلام. يبقى لازم وادخل طول ما انا شغال اي حاجه عندي، كشكشتي تكون متساويه. هي دي بقى الغلط اللي انا كنت بقولك عليه، عملتلك غلط من قدام وعملتلك غلط من ورا. الغلط اللي من قدام ان انا ما خيطتش دي عليه، وفي نفس الكلام ما خيطتش دي، فهاجي اخيط ديت اهيت هتقوم عامله لي المشكله اللي انا بقولك عليها، ان انا هتعمل لي خطين. عشان اصلحها لازم افك الاسوره من تاني، عشان كده قلتلك كمبتدئه ما بتظبطهاش اهي. عشان اظبطها هعمل، هي المفروض ابدا من قدام اهي، بس انا بداتها لك على اساس ان انا هقفل دي بس، فجت معايا بالشكل ده، جه معايا خط وخط، والتانيه برضو ما جتش معايا ماشي. عشان كده بقول لك اكوي صح عشان تعمليها صح اهي. هاجي اعمل دي واصلح ديت، هتقوم عامله لي ايه، تالت خط في الاسوار. اما التشطيب اللي انت شايفاها ديت، دي جت من اول ايه، من اول مره. هي خطواتها كتير بس ما بتخليكيش تفكي، دي خطواتها قليله بس بتخليكي تفكي مرتين ثلاثه عما توصلي للطريقه الصح. كمبتدئه بفضل ليكي دي، خطواتها كتير، وان انت تقلبي وان انت تعملي. دي هعملها لك عادي على ورقه وممكن نفكها ونشتغلها تاني.
فبصراحه بفضل دي اكتر من دي سهله عليكي، بس بقول لك بتفكي مره واثنين وثلاثه، وفي قماش ممنوع الفك فيه زي الفسكوز، أيوة. زي القماش بينقر. فاعملي خطوات كتير عشان ما تفكيش، والكيزون ما تستسهليش وتقولي ده انا شفت فيديو وهي دخلتهم كلهم في بعض. لا، هي ما قالتلكيش الخطوات او قالت لك الغلط اللي فيه. دي هتاخد 3 4 خياطات عما تظبطيه، دي هتاخد خياطه واحده بس خدت 3 4 خطوات. يعني هما الاتنين برضو بتلاقيهم متعبين في نفس الوقت. هقوم قلبه الاسوره بدايتها زي نهايتها اهي، بعد ما اصححها طبعا، بس خلي الفتحه كلها قد بعضها. هنزل بالابره واقوم مظبطه عشان اعمل الايه، الكم بتاعي. الابره دي عايزه تتغير هنعرف منين بس. اهي اهي مبطوش. طب لو هفتح فيها الزرار معلش. ايه عايزه ايه؟ لو فيها ناس وقتها هناخدها يعني، لو فتحة هي زي لو فتحة الزرار دي بتفتحها الأول. ما هي لا عروه بتعمليها بعد ما تخلصيه اهي. طيب واحده تقول لك انا بعمل الاسوره وبزود هنا حته حوالي يجي 3 سم عشان تقفل ايه بالطريقه دي كده، تبقى بعيده كده، بس مفصل ايدي من هنا بيبان. انا بحب اعمل الاسوره عشان ايديا ما تبانش من هنا كده. بحب اركب دي على دي. احنا برضو هنقصقص الحاجات دي كلها بالقصافه، بس معانا بس عشان الفيديو ان انا بحب ان انا اركب الاسوره على الاسوره عشان ايديا ما تبانش. اما انت ممكن تزودي فيها 3 سم وتعملي منها الزرار، بس بتبقى مشكلتها ايديكي باينه من هنا كده. ماشي، اقفلي وكده. فيديو النهارده خلص. وبكده يبقى فيديو النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس. على فكره دي كانت مطلوبه مني وحبيت ان انا اعملها، بس بصراحه انا بحب الاسوره المفتوحه احسن وافضل.